عارف إيه أصعب حاجة في الانفصال؟ إنك بتحس فجأة إن حياتك اتشقت نصين. الشخص اللي كان معاك في كل تفاصيلك فجأة مش موجود. يعني مثلا كنت متعود تبعت له أول ما تحصل حاجة تفرحك، جالك خبر شغل جديد أو حتى شربت قهوة حلوة، أول فكرة تيجي في بالك لازم أقول له. دلوقتي بتفتح الشات وتكتب، وبعدين تفتكر إن مفيش حد هيرد فتقفل الموبايل. كنت متعود قبل ما تنام تسمع صوته أو تبعته لبعض تصبح على خير. دلوقتي بتبص على الموبايل لآخر لحظة مستني إشعار رسالة، بس الشاشة بتفضل سودة. وفي تفاصيل صغيرة بتكسرك أكتر. تيجي تسمع أغنية كنتوا دايما تسمعوها سوا، تلاقي دموعك نازلة من غير ما تاخد بالك. أو تعدي من مكان كنتوا بتقعدوا فيه وتلاقي نفسك واقف قدامه مش عارف تتخطاه. حتى رنة الموبايل ساعات تخليك قلبك يقع، تفكر إنه هو اللي بيتصل وتكتشف إنها مكالمة عادية من حد تاني. الموضوع مش مجرد عادة، ده في علم النفس معناه إن مخك اتبرمج على ارتباط عاطفي بينك وبين الشخص ده. فجأة المخ بيدور لك على نفس مصدر الأمان والحب ومش لاقيه. النتيجة بتحس إنك متكسر من جوه. خلينا أديك مثال واقعي. واحدة كانت مرتبطة سنين، متعودة كل يوم يتصل بيها أول ما يوصل شغله. بعد الانفصال تفضل ماسكة الموبايل في نفس التوقيت مستنية المكالمة اللي مش هتيجي. الألم هنا مش بس عاطفي، ده كمان شبح أعراض الانسحاب اللي بتحصل مع الإدمان. ليه؟ لأن الجسم أثناء العلاقة كان بيفرز مواد زي الدوبامين والأوكسيتوسين، دي اللي بتخليك تحس بالسعادة والأمان. وقت الانفصال المواد دي بتقل فجأة، فتحس إنك في فراغ ومش عارف تملاه. عشان كده ناس كتير بتدخل في اكتئاب بعد الانفصال. وطبعا الانفصال بيخبط في مفهومك عن نفسك. تبدأ تسأل: أنا مقصرتش؟ هو أنا مش كفاية؟ وتدخل في دوامة جلد ذات. في الحقيقة ده طبيعي إن السؤال يجي في بالك، بس مش صح تفضل عايش فيه. المشكلة مش في قيمتك، المشكلة إن العلاقة خلاص ما بقتش مناسبة. كمان الانفصال أحياناً بيفتح جروح قديمة. لو عندك تجربة رفض أو خوف من الهجر، بتحس إنك مش بس فقدت شخص، بتحس إنك فقدت جزء من نفسك. بس خد بالك، الشعور اللي انت فيه ده مش ضعف، ده دليل إنك إنسان عندك مشاعر وارتباطات حقيقية. والتعافي بياخد وقت، وده طبيعي جداً. لو انت في المرحلة دي دلوقتي، جرب تدي وقت لنفسك، لأصحابك، لهواياتك، واوعى تربط قيمتك بوجود شخص في حياتك. ولو الكلام ده لمس عندك حاجة، ما تنساش تعمل لايك وشير وفولو، وكمان منشن لحد محتاج يسمع الكلام ده. وللي عايز فيديوهات أطول وتفاصيل أكتر، لينك قناة اليوتيوب في البايو.